السلام عليكم حبايبي. تعالوا هنعمل أكلة في دقيقتين هتنفعنا قوي أيام العيد وغير العيد كمان. سهلة مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. هنعمل مع بعض بفتيك مشوي في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. هجيب حاجة كده كبيرة عشان أعرف أخلط فيها كل مكوناتي الأول. نزلت بشوية بصل حلوين كده متقطعين حلقات وهبدأ أفكهم من بعض حلوة قوي. طبعا البصل ده مهم جدا في الوصفة بتاعتنا. هتبدأي تنزلي عليه بالتوابل: ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وكمان شوية من الكزبرة الناشفة مع جوز الطيب. اخلطي حلو جدا كل المكونات دي بالبصل لحد ما تلاقي الريحة الجميلة بتاعته بدأت تطلع بالتوابل. طبعا كمية البصل بترجع لكمية اللحمة اللي انت هتعمليها. اول ما خلطت التوابل الجميلة دي بالبصل هنزل بعد كده بفلفل الوان، وعليه شوية كده من الفلفل الحار وكمان جزر متقطع قطع صغيرة. اهم حاجة كل الخضار يكون تقطيعته رفيعة مش سميكة علشان يستوي معانا بسرعة. اخلطي كل المكونات وانزلي باخر مكون وهو الطماطم، برضو مقطعاها حلقات او نص حلقة كده رفيعة جدا. وبخلط كل الجمال ده كده مع بعضه. شايفين الجمال والالوان الحلوة؟ طبعا لو ما عندكيش فلفل الوان وعندك اخضر بس هيبقى جميل جدا برضو في الوصفة بتاعتنا. نزلت بثلاث اربع فصوص من الثوم وعليها شوية من الزيت، وكمان خلطت كل ده مع معلقة من السمنة البلدي ومعلقة من الخل. اخلطي وابدأي انزلي بالبفتيك او اللحمة. شايفين هي متقطعة ازاي؟ هي بتبقى تقطيعتها كده على فكرة، بتيجي من عند الجزار بالشكل ده. هبدأ انزل بيها كده واخلطها حلوة قوي. عايزة اقول لكم ريحة التوابل مع الخضار ملهاش حل. ممكن تسيبيها في التتبيلة دي شوية ساعة أو ساعتين علشان تبقى أجمل وأجمل. هتجيبي بقى الحاجة اللي هتبدأي تدخليها الفرن، هترصي فيها الجمال ده كله كده مع بعضه. وهتكوني مجهزة الفرن طبعا على درجة حرارة عالية في الأول علشان اللحمة ما تنزلش المية والسوائل اللي فيها. أنا طبعا حطيتهم على حاجتين، وهبدأ بقى أغطيهم وأدخلهم الفرن. طبعا ورق زبدة وبعدين ورقة الفويل، وهتقفلي كويس عليها وتدخليها درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة. أول ما تبدأ تغلي هتبدأي توطي عليها وتسيبيها تاخد سواها. هيطلع معاكي كباب مشوي في الفرن ملهوش حل. جربوها، انا متأكدة جدا انه هيعجبكم. وبألف هنا.